طيب انا دلوقتي شخص بتمرن وعامل دايت، وعايز اعرف اذا كنت اوزن اكلي قبل التسوية ولا بعد التسوية. انا مش عارف اذا كنت اوزن الاكل ولا ما اوزنوش. اوزنه قبل التسوية ولا بعد التسوية. بص، بعد التسوية افضل بكتير قوي من قبل التسوية. في على فكرة هتلاقي في ناس بتقولك مش فارقة قبل التسوية او بعد التسوية. انا من وجهة نظري هو تريح دماغ، يعني وان انت تريح دماغك وما تشغلش دماغك بالموضوع دوت، ان انت توزن بعد التسوية. ده هيبقى افضل ليك بكتير، لان انت عندك الفراخ مثلا بتبقى مخزنة مية، فانت لما بتسويها بتنزل المية اللي فيها، فبتقل معاك في الجرامات في الوزن. فانا تخيل ان انا وزنت مثلا 150 جرام فراخ، فوزنته قبل التسوية، جيت بعد التسوية لقيته عمل 120 جرام، فاصبح ان في 30 جرام راحوا من الدايت بتاعي. وقيس على كده بقى ايه كذا وجبة، يعني هي مش وجبة واحدة انا باخدها في اليوم مثلا، فانت بتاخد كذا وجبة في اليوم. فانت تخيل بقى ان انت كل وجبة انت بتشيل منها 30 جرام فراخ، 20 جرام مثلا لحمة، مش عارف يعني كذا حاجة بقى انت شلت منها الجرامات دي. فطبعا كده الدايت راح في داهية. كده الدايت مش ماشي زي ما انا حاسبه وزي ما انا محطوط لي، او زي ما المدرب اللي معايا حاطط لي الدايت. فلازم لازم ان انت تقيس او توزن قصدي، ان انت توزن الاكل بتاعك بعد التسوية مش قبل التسوية. برضك لو احتجت اي سؤال تاني عن الرياضة تقدر ان انت تبعتولي وانا اجاوبك عليه على طول.